أهلا بيكم في على الهامش. أنا إسلام السمان، والنهاردة عايز أكلمكم عن حاجة كتير من رواد الأعمال بيتكلموا عنها بس قليل اللي بيواجهها بصراحة. الكل فاكر إن أكبر تحدي في الشركات الناشئة هو التمويل، الفلوس، الكاش، الرانواي. بس في الحقيقة الفلوس جزء، إنما الناس هم كل حاجة. الفريق، الشركاء، المؤسسين، الناس اللي حواليك في أول 6 شهور من عمر الشركة. عارف إيه اللي يهد شركة فكرتها ممتازة؟ مش السوق، مش نقص السيولة، إنما فجوة الثقة أو تضارب الرؤى جوه التيم نفسه. تبدأ شركتك بحماس، تتعبوا، تبنوا، طلعوا منتج وتدخلوا سوق، لكن فجأة واحد عايز يجري بسرعة والتاني عايز يبطأ، واحد بيحسبها بالقيمة والتاني بالمكسب السريع، واحد بيحلم والتاني بيحسب، واللي في النص بيتكسر. اللي بيهد شركات كتير مش الأزمات الكبيرة، إنما الحوارات الصغيرة اللي ما اتقالتش، القرارات اللي اتأخرت، النية اللي اتغيرت بس محدش قال حاجة. ولو هقولك على حاجة تتأكد منها قبل ما تبدأ شركتك: مش المنتج، مش السوق، اختار الناس. مش الكفاءة بس، النية، الولاء، طريقة التفكير. هل يقدروا يشيلوك لما تقع؟ ولا أول ما طب هيقلبوا عليك؟ في النهاية الشركات الناشئة مش سباق تمويل، هي سباق ناس، واللي حواليك هم اللي هيحددوا هتكمل ولا هترجع من أول السطر. أنا إسلام السمان، وده كان بودكاست على الهامش. لو حسيت إن الكلام ده لمسك، شارك الحلقة دي مع شريكك في الشغل أو أي حد ناوي يفتح ستارت اب. سلام.